الشهيد الطيار الحراسيس يودع الوطن وأبناءه برسالة عنوانها: روحي ولا أرواحكم. خلف كل شهيد قصة بطولة وشجاعة يخلدها التاريخ، وتبقى تفاصيلها عالقة في ذاكرة الوطن، يقرأها الأبناء والآباء والأجداد جيلا بعد جيل. هكذا عودنا شهداء الوطن بقصص شهاداتهم. نعم، جميعنا نتألم ونحزن عندما نسمع نبأ استشهاد أحد منتسبينا، فهم حماة الديار، الساهرين على أمننا، المرابطين على الثغور. ومع ذلك نشعر باعتزاز كبير يخفف الألم حينما تتكشف تفاصيل حوادث شرف البطولة والتضحية والفداء. ونعلم جيدا كم لهذه المواقف من معاني ودلالات تؤكد حجم التفاني في العمل والإخلاص لمرتبات قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية. الشهيد الطيار الرائد علي الحراسيس رحمه الله ارتقت روحه الطاهرة إلى جوار ربها، تاركة تفاصيل مدعاة للفخر والاعتزاز تضاف إلى صفحات كتاب شهداء الوطن الأبرار. وبالرغم من صعوبة الموقف المتمثل بتعرض طائرته العسكرية لعطل مفاجئ فوق منطقة مأهولة بالسكان، وما يرافق ذلك من توتر وقلق يؤدي إلى صعوبة في التركيز، إلا أن شجاعته وخبرته العالية تسيدت المشهد بإصرار وعزيمة أفضت إلى الحفاظ على سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وإصراره على هبوط مروحيته برفقة زميله الطيار القصاص في مكان آمن. وكأن رسالته الأخيرة كانت لنا وهي: روحي ولا أرواحكم. رحم الله الشهيد البطل الحراسيس رحمة واسعة، وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة.